الخبر تيفي، للخبر بقية. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. المغرب مرشح بقوة للظفر بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي. عاجل، الجزائر ترد على تصريح الأقجع العالمي. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلك آخر الأخبار المغربية. المغرب مرشح بقوة للظفر بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، حيث رجحت الصحافة الأمريكية أن يقدم البيت الأبيض في واشنطن دعمه القوي لمنح المغرب عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي عن القارة الإفريقية إذا تم اعتماد مشروع إصلاح المجلس طبقا لمقترح اليابان. ودول أوروبية طالبت بمنح مقعد دائم للقارة الإفريقية يمكنها من الدفاع عن مصالحها داخل مجلس الأمن. وذكرت بعض الصحف أن الخارجية الأمريكية وضعت على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا الأخير المغرب في مقدمة الدولة الإفريقية المرشحة لنيل العضوية الدائمة في إطار مشروع إصلاح مجلس الأمن الذي تدافع عنه واشنطن واليابان ودول كبيرة أخرى. وتعهدت اليابان في اختتام ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد الأخيرة بالضغط من أجل حصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل معالجة الظلم التاريخي تجاهها. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه من الملح معالجة الظلم التاريخي تجاه إفريقيا ومنحها مقعدا دائما في مجلس الأمن حتى يعمل بفاعلية. عاجل، الجزائر ترد على تصريح الأقجع العالمي. في رد جزائري جديد على الشرط المغربي للمشاركة في الشان والذي طالبت فيه الجامعة الملكية بضرورة السفر من المغرب صوب الجزائر على متن طائرة مغربية خاصة وفي رحلة مباشرة، قال رئيس لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الجزائر 2023 بالحرف: نحن معنيون بالتنظيم على المستوى الوطني ومجبرون على توفير النقل بالجزائر فقط، معناه تنقل أي فريق من مدينة إلى أخرى. وتابع رشيد أوكالي قائلا: بخصوص القدوم إلى الجزائر فإن الفرق المشاركة هي المسؤولة سواء على المستوى المادي أو مخطط الرحلة الذين يريدون اختياره. ليس لدينا أي شيء إجباري في دفتر التحملات يقول أنه علينا توفير النقل خارج البلد. صحيح من المفروض علينا تسهيل الأمور على الوفود القادمة، ولكن لا يمكن الحديث عن رحلة مباشرة أو غير مباشرة. ونفى أوكالي وجود لوائح من الكاف تلزم البلد المنظم لأي منافسة بتوفير مخطط معين لرحلات الوفود المشاركة، مؤكدا أن الأمر ليس من مهام ومسؤوليات الجزائر. وختم: أغلب المنتخبات الإفريقية لديها خطط رحلات تتضمن التوقف في بلدان أخرى، لذلك لسنا ملزمين بتوفير خط مباشر لأي منتخب. وربط المغرب مصير مشاركته بالبطولة بشرط الموافقة على نقل بعثة المنتخب برحلة جوية خاصة من العاصمة الرباط إلى مدينة قسنطينة الجزائرية التي تستضيف مباريات حامل اللقب في آخر نسختين. وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أول أمس الثلاثاء تمت الإشارة إلى مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص احترام بنود دفتر الشروط لاستضافة البطولات الإفريقية خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة. وأضافت: طالبنا الاتحاد بسفر المنتخب الوطني المغربي إلى مدينة قسنطينة التي تستضيف مبارياته في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط بواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. وأردفت قائلا: في حال رفض ذلك فقد قرر المكتب التنفيذي بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة. الخبر تيفي، للخبر بقية.